يا أهلا بالفيلموية. بيبدأ فيلمنا في مختبر بيونين للبحوث التجريبية، وبتوصل الطيارة بالمتبرع الجديد اللي مستنيه دكتور ويليام عشان يقدر يكمل شغله على النموذج 345، وبيتحمس لاستقباله كل الفريق. وبنعرف إن ويليام شغال على تجربة مهمة جدا، وهي إنه يرجع أي حد مات للحياة مرة تانية ولكن بصورة مختلفة. وبيبدأوا شغلهم، فبيحطوا جهاز على راس المتبرع بعد ما بيتأكدوا إنه بيتوافق مع النموذج بتاعهم. وبيبدأ ويليام يشرح اللي بيحصل، فبنفهم إنهم بيستنسخوا دماغه في جسم الروبوت، وبالفعل بيكتمل النسخ. وبعدها بيبدأ ويليام يجهز جسم الروبوت لاستقبال كم المعلومات الهايل اللي داخله، وبتكتمل عملية النقل وبيفعلوا الروبوت، وبالفعل بتنجح التجربة وبيفوق الروبوت. وبيكونوا الكل منبهرين بمجرد ما بيحرك صابعه وبينطق أول كلمة، لكن الروبوت بيكون متوتر ومتعصب جدا، وبيحاول ويليام يهديه لكن بدون فايدة. وبيبدأ يكسر جسم الروبوت، واللي بيحاول يقرب له بيتهجم عليه، فبيفصلوه بسرعة قبل ما يعمل كارثة. وبعدها بيخرج ويليام لمديره جونز اللي بيكون منزعج جدا من اللي حصل، وبيحاول يقول له ويليام إنه اتكلم وده يعتبر نجاح، لكنه بيقول له النجاح بالنسبة لي بالنتيجة مش بالتجربة، والنتيجة إنه دمر نفسه ومفيش أي تقدم حصل. وبيهدده إنه هيوقف المشروع ده، لكنه بيترجاه يسيبه ويديله آخر فرصة. وبعدها بيرجع ويليام لعيلته واللي بيجهزوا عشان هيطلعوا رحلة صيد. وبيوصل إدوارد صاحبه في الشغل اللي عندهم وبيتناقش معاه في اللي حصل، وبنعرف وقتها إن مراته مونا مش موافقة على اللي بيعمله، وشايفة إنه ما ينفعش يرجع الناس من الموت، محدش ليه الحق يعمل كده، وإن المتبرعين بيتعبوا جدا في التجارب دي. فبيحاول يقنعها إن أول عملية زراعة قلب استغرقت 18 يوم، وده كتير جدا، وأكيد الشخص ده تعب جدا، لكن تعبه ده أنقذ حياة ناس كتير بعدين. لكنها ما بتقتنعش وبتطلب منه يركز دايما في شغله وما ينساش الفرق بين الصح والغلط. وبيسلموا على إدوارد اللي هيستناهم في البيت لحد ما يرجعوا، وبيبدأوا رحلتهم وبيكونوا مبسوطين ومتحمسين. وفجأة الجو بيقلب والدنيا بتمطر وما بيكونش الطريق باين قدامهم، وبتطلب منه مونا إنه يقف على جنب لأن الوضع كده خطر. وقبل ما بتكمل كلامها بتيجي قدامهم عربية نقل وبيتفاداها ويليام بصعوبة جدا، وفجأة بتقع على العربية شجرة ضخمة جدا وبيفقد ويليام سيطرته على العربية. وبيفضلوا يصرخوا لحد ما بتقع العربية من منحدر عالي جدا في مجرى مائي. وبيفوق ويليام وبينادي على مونا، ما بتردش عليه، وبيبص على سوفي وزوي ومات ولاده، لكن محدش منهم بيكون في وعيه. فبيخرج من العربية وبيشيلهم واحد واحد لعند الشط. وبتكون حالة ويليام صعبة جدا ومنهار من منظرهم وهم مرميين قدامه على الأرض، محدش منهم بيتحرك. وبيلاقي إن لازم يتصرف بسرعة، فبيتصل بإدوارد وبيطلب منه يجيب له آلات الاستنساخ ويجيله بسرعة. وما بيكونش إدوارد فاهم حاجة لحد ما بيشوفهم كلهم مرميين على الأرض، فبيتصدم وبيتوتر، وبيقول لويليام إنهم لازم يطلبوا الإسعاف أو البوليس، وإن ما ينفعش يعملوا اللي بيفكر فيه ويليام، لكنه بيترجاه إنه يساعده لأن لسه أعضائهم شغالة، لكنهم في ثواني هيفقدوا حياتهم وأعضائهم هتتوقف وهيخسرهم للأبد. وبيوافق إدوارد بعد إلحاح شديد من ويليام، وبيتمموا عملية النسخ وبياخدوهم مع الأجهزة وبيتوجهوا للمختبر. وهناك بيحاول إدوارد يمهد لويليام إن ممكن يحصل أي غلطة تخلي العملية تفشل، لكنه بيكون رافض كلامه وبيقول له إنهم أكيد هينجحوا. فبيقول له إن حتى لو نجحنا هيرجعوا زي الأطفال، صفحة بيضة، مش عارفين ولا فاكرين أي حاجة، وده لأنهم مش هيقدروا ينقلوا العقل. فبيقول له ويليام إننا نقلنا قبل كده الأعضاء الحية في الحيوانات، لكن إدوارد بيقول له إن الموضوع أصعب في الإنسان وغالبا هيفشل، وبيتجاهل كلامه وبيطلب منه يتخلص من الجثث. بعدها بيروح ويليام على البيت وبيحصله إدوارد بعد ما جاب له كل المعدات والأجهزة اللي محتاجها، ومعاه الأنابيب واللي فيهم هتتكون أجسامهم من جديد، لكنه بيجيب له 3 أنابيب بس مش 4، لأنهم هم دول الموجودين في المختبر، وعشان يشتري له واحدة رابعة محتاج $1,700,000. وبيتضايق ويليام جدا وبيحبط، لأن ده معناه إنه محتاج يقرر يستغنى عن واحد من ال4. فبيعمل 4 ورقات بأسمائهم عشان يختار من بينهم، لكنه بيستبعد اسم مونا. وبيدخل عليه إدوارد فبيترجاه يختار هو اسم من ال3، لكنه ما بيرضاش وبيقول له أنت اللي قررت تعمل ده وأنت اللي لازم تكمله، وبيسيبه وبيخرج. وبعدها بنشوف ويليام منهار وحالته صعبة جدا، وبنعرف إن كل ده من حزنه على زوي اللي طلع له اسمها من بينهم، وإنه بكده مضطر يضحي بيها هي. وبيبدأوا يشتغلوا في ساعتها لأن الوقت مش في صالحهم. وبيطلب إدوارد من ويليام إنه يراقب كل حاجة، لأن لو حصل أي خلل كل حاجة هتبوظ ومش هيقدروا يعيدوها تاني. وبيطلب منه يجيب له مولد كهرباء، لأن لو حصل أي عطل خلال ثواني كل حاجة هتبوظ. وبيكون الوقت متأخر، فبيضطر ويليام يسرق بطاريات كل العربيات اللي في الشارع ويصنع منهم مولد كهربي، وبكده بيكونوا جاهزين. وبيقول له إدوارد إنه قدامهم 17 يوم وهيرجعوا للحياة، ده طبعا لو تجربتهم نجحت. وبيعرفوا إنه لازم يفكر هيقول لهم إيه وقتها وهيعدي اللي حصل إزاي.
ولما بيكلموا عن زوي بيقول له إنه يقدر يعدل في ذاكرتهم، فهيمسح منها كل حاجة تخص زوي جواهم، وكمان هيمسح تفاصيل الحادثة اللي حصلت. وبالفعل بيبدأ يمسح كل حاجة، وده بيكون صعب جدا عليه، لكنه مضطر يعمل كده عشان ما يخسرش كل حاجة. وتاني يوم بيصحى على صوت الباب وبيلاقيه البوليس. بيتوتر لكنه بيحاول يتملك أعصابه لما بيسألوه عن البطاريات المسروقة، فبيقول لهم إنه ما عندوش أي فكرة، ولو عرف أي حاجة أكيد هيبلغهم. ولما بيروح إدوارد الشغل بيسأله جونز عن ويليام، فبيقول له إنه تعبان ومش هيقدر يجي، فبيطلب منه جونز يبلغه إنها آخر مهلة ليه، ولو ما نجحش يشغل النموذج 345 هيوقفه كل حاجة تخص مشروعه. في نفس الوقت بيكون ويليام بيفكر في طريقة ينقل بيها الوعي مرة تانية لأجسامهم الأصلية، فبيكلموا إدوارد وبيقول له اللي حصل مع جونز وإنهم في كارثة، لأن بكده ممكن في أي لحظة يكتشفوا إن الأجهزة مفقودة. لكنه ما بيهتمش بكلامه وبيطلب منه يجي بسرعة يقعد مكانه في البيت لأنه محتاج يروح المختبر حالا. ولما بيروح الشغل بيستقبله جونز اللي بيكون مستاء منه جدا لأنه مقصر في شغله، وبعدها بيقابل الفريق بتاعه وبيطلبوا منه يراجع البيانات الخاصة بالتجربة الجاية للنموذج 345 ويديهم موافقات على خطوات هيعملوها. فبيوافق لهم ويليام على اللي عايزينه وبيرجع للبيت. وهناك بيقابل مدرسة مات اللي بتكون عدت على إدوارد وقال لها إن مات عنده الجدري وراح عند جده، فبيتضايق منه ويليام لأن أصلا أجداده ميتين، وهي كده هتعرف إن في حاجة غلط. فبيقول له إدوارد إن أصلا أنت في ورطة، لأن أكيد الناس هيلاحظوا غياب عيلتك بالكامل كل المدة دي. فبيقرر يفتح تليفوناتهم عشان الوضع يبان طبيعي، وبيتفاجئ من كمية المكالمات والرسائل على إيميلاتهم، وبيرد على كل أصحابهم وبيطلع أعذار الفترة اللي فاتت واللي جاية. وبعد ما بيخلصوا 17 يوم بيجي وقت خروجهم من الأنابيب، وبيوصل إدوارد لكنه بيلاقي ويليام متوتر وخايف جدا، وكمان مش عارف لسه إزاي هيستعيدوا وعيهم، لكنهم لازم يخرجوهم حالا من الأنابيب. فلاقوا إن مفيش قدامهم حل غير التخدير وخدروهم، لكن أقصى مدة ممكنة هي 72 ساعة، وخلال المدة دي لازم يقرر ويليام هيقول لهم إيه، وبيعلقوا لهم محاليل تعوضهم عن الأكل طول ال3 أيام. وبيلاقي إنه محتاج الدعم، فبيروح لمونة وبيمسك إيديها، لكنه بيتفاجئ لما بيشوف الإشارات اللي بيديها المخ نتيجة لمسته ليها. فبيكلم إدوارد وبيطلب منه يجيله بسرعة، وقال له وقتها إنه اكتشف اللي بيحصل وسبب فشل تجربة النموذج 345، وبيشرح له إن المخ بيحس بوجود الجسم حتى لو مفيش ذكريات بتربطهم ببعض. ولما بيتنقل الوعي للمخ أول حاجة بيبدأ يدور عليها هي الجسم وأعضائه الحيوية. وفي حالة النموذج 345 بيلاقي إن مفيش أعضاء ولا جسم، لأن أصلا مصنع من الحديد، فبتحصل له صدمة، وعشان كده بيرفض الواقع وبيبدأ يكسر في نفسه وبتفشل التجربة. وإن الحل الوحيد للنموذج بتاعهم إنهم ينقلوا له وعي شخص عايش، وبكده هيكون له أعضاء وجسم وهيقدر يكمل ويعيش. وبكده بيكون حل مشكلة كبيرة وهي طريقة رجوع عيلته لوعيهم، وبيبدأوا ينقلوا الوعي لمونة واللي بتفوق فعلا في ساعتها وبتفتكر ويليام، فبيفرحوا جدا وبيكونوا طايرين بالإنجاز اللي وصلوا له. وبعدها بيخدروها مرة تانية عشان يصحوهم كلهم مع بعض، وبالفعل بينقل الوعي للأولاد كمان وبيخدرهم، وبيبدأ يشيل من البيت كل حاجة تخص زوي، صورها وألعابها وكل ذكرياتها. وتاني يوم بيصحى مخضوض لما ما بيلاقيش مونة جنبه، لكنه بيفرح جدا لما بيلاقيهم كلهم في المطبخ بيفطروا وبيمارسوا يومهم بشكل طبيعي جدا. وبعدها بيكلموا إدوارد وبيقول له إنه لازم يجي حالا للشغل، وده لأن في متبرع جديد وصل وهو لازم يجي عشان يشغلوه على نموذج 345. ولما بيوصل المختبر ويشوف المتبرع بيقول لهم إنه مش مناسب ومش هنقدر نعمل عليه التجربة. وبيكون إدوارد مستغرب جدا لأنه فحص المتبرع بنفسه ومتأكد إنه مطابق للمواصفات، لكن بيكون في دماغ ويليام كلام مونة عن اللي بيعمله، وبيقول له إنه مش هيسيب حد يعاني مرة تانية. وبعدها بيدخل الحمام وبياخد معاه جهاز نقل الوعي، وبنشوفه بينقل الوعي بتاعه كله وذكرياته، وبيرجع لإدوارد وبيتفق معاه ينقل وعيه للنموذج عشان يضمن نجاح التجربة. وبيرجع البيت وبتكون مونة مستنياه وبتقول له إن صوفي مش كويسة، وإنها هي كمان صحتها تعبانة وحاسة إن في حاجة غلط. فبيحضنها ويليام وبيحاول يطمنها، وبيدخل لأوضته عشان يكمل شغل، لكنه فجأة بيسمع صريخ صوفي. ولما بيروح لها بتحكي له إنها حلمت إنهم عملوا حادثة وإن مونة ماتت، لكنه بيهديها وبيقول لها إنه كله هيبقى كويس. ولما بتنام بيخدرها وياخدها للمختبر عشان يحذف باقي ذكريات الحادثة. وقتها بتدخل عليه مونة اللي خلاص اتأكدت إن في حاجة غلط بتحصل وهو مخبيها، وبيكون ويليام وقتها مضطر يحكي لها اللي حصل والحقيقة، وبيقول لها إنهم ماتوا وهو اضطر يستنسخهم عشان يستعيدوا حياتهم مرة تانية. وتاني يوم بتسأله صوفي عن زوي وإنها شافت الاسم ده مكتوب على الحيطة في أوضتها ومش عارفة اسم مين ده. وقتها بتقول مونة إن هي كمان فاكرة ومتأكدة إن كان في
في صورة لبنت صغيرة على الحيطة، لكن الصورة مش موجودة وهي مش فاكرة مين هي البنت والصورة راحت فين. وقبل ما يقول لهم أي حاجة بيخبط الباب وبيتفاجئ إنه جونز، واللي بيكون عارف كل حاجة وعارف إنهم مستنسخين، وبيقول له إنهم ملك الشركة ولازم يرجعوا لأن ده نجاح كبير وإحنا لازم نسجله باسمنا والناس يعرفوا اللي إحنا عملناه. وكمان غلط وخطر جدا إنهم يكونوا متسابين كده بدون أي مراقبة، لأن ممكن تحصل منهم كارثة في أي لحظة. لكن ويليام بيرفض بشدة وبيقول له إن دول عيلتي وأنا مستحيل أتخلى عنهم. فبيقول له جونز إن إحنا مؤسسة غير هادفة للربح، وبالتالي مش هنسيب أي حد يمنعنا من الربح ده. وبيأمره كمان إنه يديله الجهاز اللي حط عليه ذاكرته عشان يشغله النموذج 345، وبيروح يجيبه له، لكنه لما بيرجع بيضربه بيه على راسه فبيفقد الوعي. وبتدخل له منى اللي بتكون رافضة تسمع أي شيء غير الحقيقة، فبيضطر ويليام يحكي لها كل اللي حصل وإن زوي ماتت ومعرفش ينقذها، وكان مضطر وقتها يمسح من ذاكرتهم أي شيء يخصها، وإنهم لازم يهربوا دلوقتي حالا لأن الشرطة هتطاردهم وهتحاول تتحفظ عليهم وهتعتبرهم ملك ليها. وبالفعل بيهربوا قبل ما حد يوصل لهم، لكن الغريب إنهم قدروا يلحقوهم. ولما بتستغرب منى اللي بيحصل بيقول لها إنهم زارعين جهاز تتبع في أنظمتكم العصبية ومهما عملنا هيقدروا يوصلوا لنا وبيقدروا يهربوا منهم. وقتها بتفكر منى في حل، فبتطلب منه يروح على المستشفى اللي شغالة فيها، وبنشوفها بتعمل صدمات كهربية ليهم كلهم في مكان الشريحة، وده بيخليها تتحرق وما يبقاش ليها أي لازمة. وبيوصلوا رجالة جونز لكنهم بيقدروا يخلصوا، وعلى آخر لحظة بيهربوا قبل ما يوصلوا لهم. وبياخدها ويليام لليخت بتاع إدوارد وبيسيبهم وبينزل يدور على المفتاح عشان يقدروا يهربوا بيه. لكن فجأة بيوصلوا رجالة جونز وبيقبضوا عليهم كلهم وبياخدوهم للمختبر. وهناك بتكتشف منى إن إدوارد هو اللي ساعدهم يوصلوا لهم وعرفهم مكانهم، وبيقول لها إن ويليام في إيده يحل كل ده، لكنها بتهزقه وبتقول له إنهم كده كده هيقتلونا. وبيحاول يبرر لها اللي عمله بإنه معرفش يتخلص من جثتهم، وده خلى جونز يعرف كل حاجة ويجبره يحكي له باقي التفاصيل. وقتها بيوصل ويليام وبيحاول يتفاوض مع جونز وبيتفق معاه إنه يديله الخوارزمية اللي محتاجها عشان مشروع النموذج 345 ينجح، في مقابل إنه يسيبهم كلهم يمشوا وما يأذيهمش. لكنه بيرفض أي تفاوض، ولما بيحاول إدوارد يتدخل بيقتله للأسف. وبيضطر وقتها ويليام يديله اللي هو عايزه على أمل إنه بكده يسيبه هو وعيلته وما يقتلهمش. وبالفعل بينجح وبينقل كل وعيه للروبوت وبيشغله، وبيلاقي إنه قوي جدا وبيقدر بكل سهولة يكسر الحديد اللي متكتف بيه. وبيخرج ويليام يدي الخوارزمية لجونز وبيطلب منه يسيبهم يمشوا، لكنه طبعا بيرفض وبيقول له إنهم مجرد نسخة، وبيستغرب إنه متمسك بيهم بالشكل ده وبيرفض لأنه شايف إنهم من حقه هو. وبيقول لويليام إنه كده خلص مهمته، لكنه بيقول له لا أنا لسه ما خلصتش. وبيدخل فجأة النموذج 345 وفي إيده واحد من الحراس وبيتكلم بلسان ويليام وبيقول له أنا جيت هنا عشان عيلتي، وبيبدأ يهاجمهم كلهم وبيضربوه بالنار، لكنه أقوى منهم بكتير ومفيش حاجة بتأثر فيه. وبياخد ويليام مراته وبيروحوا يجيبوا الولاد وبيقدروا يهربوا، لكن ويليام بيرجع لهم من تاني وبيلحق النموذج على آخر لحظة قبل ما يقتل جونز. وقتها بيقول له جونز إنهم مش هيسيبوك وهيوصلوا لك مهما حصل، وأكيد هيبعتوا غيري حتى لو قتلتني. وقتها بيتفاوض معاه ويليام من جديد وبيتفق يرجعوا تاني الحياة مقابل إنه يسيبهم في حالهم، وبيوافق جونز. وقتها بيقول له النموذج امشي انت وخلي بالك من عيلتنا وانا هتعامل مع جونز، وبيطبق عليه التجربة. وبعد 17 يوم بيخرج جونز من تاني للدنيا، وفي مكان تاني بنشوف ويليام وعيلته مبسوطين بعد ما قدر ويليام يستنسخ زوي مرة تانية ويرجعها لهم. وبيتعاون النموذج مع جونز وبيفتحوا مشروع مستشفى صغيرة وبيشتغلوا لحسابهم في دبي، وبيعملوا عمليات لأشخاص مسنين أو مرضى، وبيبيعوا للناس حياة جديدة لكل اللي يقدر يدفع ثمنها ويشتريها. وبيخلص فيلمنا على كده. في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان لسه عندنا ملخصات نارية. أشوفكم الحلقة الجاية، سلام.